الكذب في الأطفال. في دراسات بتتكلم على إنه الكذب في الطفولة مش معناه إنه الطفل دوت قليل الأدب، معناه إن الطفل دوت بيحاول إن هو يحافظ على علاقته بيك. الإنسان زيه زي بقية أي كائن حي تاني عنده غريزة البقاء. لو في أي لحظة حس إن علاقته مهددة بالخطر مع الشخص اللي بيرعاه وبياخد باله منه، عنده استعداد إن هو يعمل أي حاجة علشان يغير النتيجة ديت. تعالوا نفهم مع بعض ايه انواع الكذب والطفل بيكذب ليه. النوع الاول من الكذب هو الكذب الخيالي، هو طريقة الطفل بان هو بيحاول ينغمس في experience مش عارف يوصل لها. زي مثلا انه ابنك يروح قايل لك انا طرت وشفت تنين وعملنا حاجات كتير مع بعض. الطفل especially في السنين الاولانية من حياته خياله واسع جدا، فمن الطبيعي انه يقول حاجات مش حقيقية لانه هو خياله بيسرح بيه ساعات. النوع التاني هو كذبة نابعة من أمنية. يعني مثلا انت تقول لابنك يلا حبيبي دلوقتي ميعاد النوم، يروح هو قايل لك المس قالت ان احنا مش المفروض ان احنا ننام بدري خلاص. هو من جواه امنيته ان هو يسهر، فبالتالي فكر في الكذبة ديت علشان خاطر هي كذبة نابعة من أمنية جواه، حاجة هو نفسه يعملها. النوع الثالث هو كذب اتهامي. ممكن يكون الطفل دوت بيمر بمرحلة عض أو بيضرب كتير أو بيعمل حاجات كتير بيتهزأ عليها، فبالتالي نفسه يعرف إحساس إن هو يكون هو المجني عليه، فيروح جاي يروح قايلك ده ضربني ده عضني. بيحاول يفهم إحساس الشخص المظلوم إيه. النوع الرابع هو الكذب الدفاعي، أو لما بيكون بيغطي على عملته من الآخر. انت كل السمستر اخبار المدرسه ايه؟ كويسه. عملتي ايه في الامتحان؟ ممتاز زي الفل. وبعد كده تيجي الشهاده نلاقيها almost كانت هتسقط مثلا في مادتين، وده بيكون خوف من النتيجه اللي هتحصل لما تقول الحقيقه وبعد كده تتهزق على ان هي كانت هتسقط. لو اولادكم او لو وانتوا صغيرين كذبتوا واحده من الاربع انواع من الكذبات دولت، كومنت وقولوا لي ايه الكذبه اللي انتوا كذبتوها، واتفرجوا على الفيديو اللي جاي لو عايزين تعرفوا نتعامل مع الكذب ازاي.